السلام عليكم. ازيكم؟ حكايتنا بتبدأ بسؤال مهم لكل حد بيأسس كهرباء. ازاي اختار مقطع السلك المناسب للمسافات البعيدة؟ ده دليلك العملي عشان تفهم المقاومة وتختار المقاس الصح من غير أي تعقيد. ليه كل ما بنبعد عن مصدر الكهرباء بنلاقيها بتضعف؟ السر كله في حاجة خفية جوه السلك اسمها المقاومة. المقاومة دي بتعمل حاجتين: هبوط في الجهد بيقلل كفاءة أجهزتك، وقدرة ضيعة بتتحول لحرارة مفقودة مش بنستفيد بيها. في العادي مقاومة السلك النحاس بتكون صغيرة جدا، لكن للأسف في 4 عوامل بيحولوا المقاومة دي لوحش بياكل من الجهد بتاعنا. لو عرفناهم هنقدر نحافظ على كفاءة أجهزتنا. أول عامل هو مادة السلك. الألمنيوم مقاومته عالية وبيسرب جهد كبير، لكن النحاس جودته ممتازة ومقاومته أقل بكتير. عشان كده الخلاصة دايما هي النحاس لضمان التوصيل الصح. العامل التاني هو تخانة السلك، والعلاقة هنا عكسية، يعني كل ما السلك يتخن مقاومته بتقل. لو ركبت سلك أرفع من المطلوب انت بتزود المقاومة وتخنق الكهرباء. صح إن زيادة مقطع السلك مفيدة، بس لازم يكون في توازن. لو محتاج 2 ملي ممكن تطلع ل2.5 أو 3 ملي في المعقول، لكن إنك تنط ل6 ملي مرة واحدة فدي مبالغة وهتكلفك فلوس على الفاضي. العامل الثالث هو الحرارة، والعلاقة هنا طردية. الجو لما يحرر المقاومة بتزيد، عشان كده في دول الخليج بيستخدموا مقاطع أسلاك كبيرة عشان يتغلبوا على الحرارة، عكس الجزائر اللي الجو فيها ألطف فالمقاطع العادية كافية. وصلنا للعامل الرابع وهو المسافة. كل ما زادت المسافة زادت المقاومة، والقاعدة الذهبية بتقول أي مشكلة من العوامل ال4 دول علاجها الوحيد هو زيادة مقطع السلك. وعشان ما نوجعش دماغنا بحسابات معقدة بنستخدم جداول المسافات اللي بتجيب من الآخر. الجدول ده بيحدد لك مساحة السلك بناء على المسافة والقدرة لجهد 220 فولت. لو عندنا حمل خفيف 500 واط السلك بيتغير حسب المسافة. لحد 100 متر يكفي سلك 1.5 ملي، بس لو وصلنا ل 395 متر هنضطر نستخدم سلك 6 ملي. تخيل الفرق عشان بس المسافة زادت. أما لو الحمل تقيل زي تكييف 3 كيلو وات المسافة بتجبرنا نرفع المقطع بشكل رهيب. ممكن نبدأ بسلك 1.5 ملم لمسافة 17 متر، لكن لو وصلنا ل 395 متر هنحتاج كابل ضخم جدا 35 ملم. لو بنغذي بيت كامل أحمال 20 كيلو الموضوع بيكبر أكتر. لمسافة 59 متر بنستخدم كابل 35 ملم، لكن لو المسافة وصلت ل 245 متر بنحتاج كابل عملاق 150 ملم عشان نضمن أمان البيت. اوعى تقع في فخ السلك الشعبي المضروب. أرقام الجدول دي معمولة للنحاس الأصلي المعتمد. السلك المضروب مقاومته عالية جدا، وهات سلك معتمد مقاسه أقل أحسن وأوفر بكتير. الخلاصة من رحلتنا: المقاومة هي العدو، والمسافة والحرارة بيزودوها، وعلاجهم تكبير السلك. كبر السلك للمسافات البعيدة بس بالاعتدال، واهتم بجودة الخامة لأن النحاس المعتمد بيوفر عليك كتير. وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى أكون قدرت أبسط لكم المعلومة وتكونوا جاهزين تختاروا أسلاككم بدقة وأمان. وعشان توصلكم أجدد الفيديوهات ما تنسوش تتابعوا صفحة نور ساينس AI.